قول لهم ده بيتي عاجلا ام اجلا، هبقى النادي الاسماعيلي ما يبقى عاوزني هبقى موجود في اي ظروف سيئه، لكن في عوامل كتيره ما خلتنيش قادر ابقى موجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتقل إلى جوار ربه قبل قليل المدرب إيهاب جلال المدير الفني للكرة بنادي الإسماعيلي بعد فترة معاناة مع المرض. جاء ذلك بعد احتجازه لفترة في الرعاية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية خضع على إثرها لعمليتين جراحيتين. يذكر أن الأنباء الأخيرة عن مرض إيهاب جلال قد أشارت إلى اقترابه من مرحلة الإفاقة قبل أن يتم الإعلان عن وفاته. وكان إيهاب جلال قد تولى المهمة الفنية لنادي الزمالك ومنتخب مصر في فترات سابقة، ولكن أحمد الشيخ لاعب فريق الكرة بنادي الإسماعيلي لمح إلى وجود شخص وراء الأزمة الصحية اللي تعرض لها إيهاب جلال المدير الفني للدراويش قبل وفاته. كتب أحمد الشيخ عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ناعيا مدربه: لا إله إلا الله، اللهم أجرني في مصيبتي، كابتن إيهاب جلال في ذمة الله، اللهم صبرني يا رب. وأضاف لاعب الدراويش: حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان سبب في تدمير نفسيتك، حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد شكك في ذمتك وشرفك، حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد جرحك بكلمة، حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد كان سبب في تعبك، حسبي الله ونعم الوكيل. وكان عامر حسين في تصريحات تلفزيونية منذ أيام قد أكد أن إيهاب جلال قد تعرض للظلم، ولكنه لم يوضح أي تفاصيل مشيرة إلى أن الراحل فضل التزام الصمت. البقاء لله في الكابتن إيهاب جلال، تغمده الله في واسع رحمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.